شيكابالا يكشر عن انيابه وبيبرق لسعاده المستشار. شيكابالا طلع بيان ناري وقال لك انا هتكلم بس هقول جزء بس من المعلومات اللي عندي مش كل المعلومات. والغريبه ان بيان شيكابالا بيقول لك ان انا تدخلت رفع الحجز عن ارصده نادي الزمالك وفوجئت ان مفيش حجز من الاساس على نادي الزمالك. يا نهار اسود، يعني كل ده وفي الاخر طلع مفيش حجز؟ يعني انت يا ضاضا طالع كل يوم تعيط وتصوت ومش عارف اجيب فلوس منين وفي الاخر طالع بتشتغلنا. الراجل بكل وضوح بيقول لي شيكابالا يا عم زق معايا وخش معايا في الموضوع ده وخلصه لنا، وهو في الاساس ما دفعش جنيه. والغريبه والانقح ان شيكابالا بيقول لك ان انا مخصوم من مستحقاتي فلوس سبورتنج لشبونه. يعني انت يابا كنت بتخصم الفلوس من شيكابالا وما كنتش بتدفعها لسبورتنج لشبونه؟ يعني انت شغال سمسار بقى وجاي تشتغل الناس كلها. وشيكابالا طلع قال لك بعد ماتش اتحاد المنستيري الموضوع مش موضوع مستحقات واللعيبه ما بتاخدش فلوسها بس، لا ده اللعيبه بيحصل معاها حاجات تانية. السؤال بقى اللي يحيرك، هو انت كابتن شيكابالا ساكت ليه كل ده؟ هو انت ليه ما بتطلعش تقول الحقيقه لجمهور نادي الزمالك؟ انت ليه ما بتطلعش تكشر عن انيابك من زمان؟ يعني انا من وجهه نظر ان شايف ان شيكابالا اتاخر قوي قوي قوي